المنتخب المغربي يتصدر المجموعة برغم التحديات. في ليلة مليئة بالإثارة والفخر، نجح المنتخب المغربي في تحقيق انتصار حاسم على منتخب زامبيا، مما جعله يتصدر المجموعة بروح قتالية لا تعلى عليها. كانت المباراة مليئة بالتحديات، ولكن بفضل عزيمة لاعبين وتألقهم تألق المغاربة وحققوا الفوز بهدف نقطة فارقة. بارتفاع راية الفخر، قاد لاعبو المنتخب المغربي هجمات مذهلة وأظهروا أداء استثنائيا في كل جوانب اللعبة. كان زياش مسجل الهدف البارع على رأس المستوى، حيث سجل هدفا لا يونس ببراعة فنية تعكس عظمة اللحظة والروح الرياضية. وحتى مع تحديات خارج الملعب، لم تؤثر استبعاد المدرب الركراكي أو حتى عقوبة الكاف على عزيمة لاعبينا، بل أظهروا وحدة وتلاحما استثنائيين، مما أضفى قيمة إضافية على الانتصار. إن هذا الفوز ليس مجرد فوز في المجموعة، بل هو بيان قوي عن إمكانات وطموح المنتخب المغربي في البطولة. يعكس الأداء المذهل للفريق روح الفريق القتالية والاستعداد الأفريقية. في النهاية، يبقى المنتخب المغربي رمزا للتلاحم والتحفيز، ويشعل الحماس في قلوب الجماهير. بينما يواصلون رحلتهم في البطولة، يحملون معهم شغف الفوز والإصرار على تحقيق المزيد من الإنجازات. في ختام هذه اللحظات الحماسية، يبقى الفوز المغربي على منتخب زامبيا ليس مجرد نجاح رياضي، بل قصة شجاعة وعزيمة. تاريخ يكتب بأقدام لاعبين الذين أضافوا بصمة الفخر والإثارة في قلوب الجماهير. زياش بتألقه وهدفه الرائع أضاف للمشهد طابعا فنيا لا ينسى. يترك هذا الفوز النداء الصاخب للعالم بأن المنتخب المغربي ليس مجرد منتخب، بل هو عائلة متحدة تحمل روح الفريق والتفاني. مع تصدر المجموعة، يتقدم المنتخب المغربي بخطى ثابتة نحو أحلام أكبر في رحلتهم في كأس الأمم الأفريقية. يستمر حماس الجماهير، وتبقى الأمل في المزيد من التحفيز والإثارة مع كل تحد يواجهه المنتخب. هذا الفوز ليس نهاية القصة، بل هو بداية لمرحلة جديدة من التحديات والإنجازات. مع الفرحة الرياضية التي يشعر بها الجميع، يستعرض المنتخب المغربي قوته وإصراره في كل مباراة، مما يجعل الرحلة المستقبلية مليئة بالتفاؤل والحماس.